كنتي من البنات اللي يعانوا من السواد حول الفم، روحي نوري لك هذا الماسك الطبيعي اللي بزوج مكونات. هذا مكان تطبقيه مرتين الى 3 مرات في الاسبوع راح تتهناي من هذا المشكله. واول حاجه نجيبوا البول اللي نديروا فيه الوصفات ونحطوا فيها مغرفه نتاع النشا معروف انه يبيض البشره ويبيض اي منطقه كانت داكنه في الجسم ديالنا. نحطوا مغرفه منه ونروح نجيبوا المكون الثاني اللي هو جل الصبار ولا جل الويفيرا. هذا جل الصبار راكم تلقاوه عند الكوسميتيك كيما انا هذه القرعه ولا هذه لابواط شريتها ب 50000 ولا 55000 مانيش شافيه. نحطوا كميه كيما هكا، كميه تكون شويه كبيره حتى يعني يولينا القوام ديال هذا المزيج كريمي، يعني نتحصلوا على كريمه كيما راكي تشوفي هكا. يعني تبقاي تزيدي في جل الويفيرا حتى تلحقي لهذا القوام. بعد تكوني غسلتي وجهك وتطبقي لي هذا الماسك على المنطقه حول الفم وتخليه ربع ساعه. بعدها تروحي تغسلي، وكي تغسلي وتكملي لازم ترطبي بشرتك. واكيد كي تخرجي لازم واقي شمس ضروري جدا باش تتفاداي مشكل السواد وتعالجيه نهائيا. هذا هو الماسك اللي حبيت نبارطاجيه معاك. ما تنسايش خلي لي جيم، خلي لي كومونتير، وبارطاجي هذا الفيديو مع صحابتك هكا باش كامل تستفادوا. ودوك نقول لك باي.